في يوم 14 يونيو سنة 1911 استعد 100 شخص من علية القوم لرحلة على أفخم قطر في أوروبا، والرحلة هتكون من روما ومتجهة لميلان في فترة زمنية تقدر ب7 ساعات ونص، والقطر ماشي في أمان الله، يدخل نفق وما يخرجش بعدها بكل الناس اللي فيه. أهلا بيكم، أنا محمد الجعفري، والنهاردة هنحكي قصة اختفاء قطار زانيتي المعروف باسم القطار الشبح. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. في أواخر القرن ال19 شهدت أوروبا نهضة صناعية غير مسبوقة بالذات في مجال وسائل المواصلات، ومن هذا المنطلق بدأت الشركات تتنافس فيما بينها على اجتذاب الطبقة الغنية من المجتمع. ومن أشهر الشركات اللي كانت بتعمل كده كانت شركة إيطالية اسمها زانيتي. صممت قطر مكون من 3 عربات فاخرة ومصمم على خط سكة حديد خاص بيه هو بس، وخط السكة الحديد بيبدأ من روما وبيخلص في ميلانو، ورحلة بتكون مسافتها 550 كيلومتر. وفي شهر 5 سنة 1911 يعني قبل انطلاق الرحلة بشهر أعلنت الشركة إن الرحلة هتكون شاملة الأكل والشرب، وهيعدوا على مناظر طبيعية، يعني الرحلة هتكون آخر الدلع، وأول رحلة هتكون مجانية، يعني شركة صارفة ومكلفة. لكن الرحلة ديت هتكون لأفراد الطبقة العليا من المجتمع، وكانت خطة الشركة إن لما القطر يكون كل اللي فيه أغنياء كل ما القطر شهرته هتزيد. وفي يوم 14/6 استعد القطر للرحلة وعليه 100 راكب من الطبقة العليا و6 أفراد من موظفين السكة الحديد، وخرج القطر من المحطة وبدأت الرحلة والركاب مبسوطين والدنيا ماشية زي الفل. والقطر فضل ماشي لحد ما قابله نفق اسمه نفق لومباردي في بطن الجبل، والنفق طوله كيلومتر واحد، والمفروض ان القطر يخرج من النفق في فتره لا تتعدى الدقيقه او الدقيقتين بالكتير قوي. لكن اللي حصل ان القطر دخل جوه النفق وما خرجش بعدها. نفق لومباردي كان من اطول الانفاق اللي تم حفرها، والناس كانت معتبرينه معجزه هندسيه، والشركه كلفت مجموعه من الناس انهم يقفوا عند مدخل النفق وناس يقفوا عند المخرج عشان يسلموا على الركاب يعني. وده كان جزء من البرنامج اللي عملته الشركه، وبالفعل المجموعه اللي عند المدخل سلموا عليهم وهم داخلين النفق، وعدت دقيقه في الثانيه في الثالثه، والمجموعه اللي عند المخرج مش شايفين القطر. ومع الوقت الناس بدات تقلق وحسوا ان في حاجه غريبه بتحصل. اول حاجه جت في بالهم ان القطر ممكن يكون حصل له عطل، عشان كده وقف في نص النفق، وعشان كده اتصلوا بالشرطه فورا. فالشرطه جت على طول وجابوا معاهم كام فني من شركه زانيتي، واول ما وصلوا دخلوا النفق وفضلوا ماشيين لحد ما تخطوا نص المسافه ومش شايفين قطر عطلان ولا اي حاجه. لكن بعد شويه لقوا فردين من الركاب اللي كانوا على القطر قاعدين على قضبان السكه الحديد مش بيتحركوا وجسمهم مليان جروح. واخدت الشرطه الاثنين دول على مصحه نفسيه عشان يتعافوا من الصدمه اللي هم فيها، وفي نفس الوقت عشان برضه يعرفوا منهم ايه اللي حصل. وبعد مرور ايام واحد من الاثنين فاق من الصدمه وبدا يتكلم، لكن لما اتكلم كلامه بدل ما يحل اللغز عقده اكتر. لما طلبوا منه يحكي ايه اللي حصل قال لهم ان لما القطر دخل النفق كانت الاجواء مستقره تماما ومفيش اي حاجه، لكن فجاه وبدون مقدمات ظهرت غمامه سوداء غطت على شبابيك القطر كله، وبداوا يسمعوا اصوات غريبه. وقبل ما الركاب يستوعبوا ايه اللي بيحصل ظهر دخان ابيض ملا القطر كله، وكله خاف وبداوا يجروا. واللي بيحكي القصه هو والراجل التاني اللي معاه نطوا من القطر وبداوا يتدحرجوا واتصابوا بالجروح، ولما بصوا عشان يشوفوا ايه اللي حصل للقطر لقوا القطر اختفى تماما. الكلام اللي الراجل ده حكاه عمل فزع عند الناس والدكاتره والمحققين، منهم اللي صدق وحاول يطلع بتفسير منطقي، ومنهم اللي ما صدقش وقال ان دي هلاوس نتيجه الصدمه القويه اللي اتعرض ليها. بغض النظر عن ان الموضوع حقيقي او مش حقيقي فاحنا مش عارفين القطر راح فين، والنفق ما كانش ليه اي ممرات او اي انفاق متفرعه منه، واصلا ما كانش اول قطر يعدي من النفق ده. فالسلطات قررت تقفل النفق ده تماما عشان ما فيش حادثه زي دي تتكرر تاني. وشركه زانيتي عملت كل حاجه عشان تقدر تمنع الخبر ده عن الصحافه، لان الخبر ده لو انتشر في الصحافه سمعه الشركه هتبوظ. وبعد 3 سنين من الحادثه الغريبه دي وتيجي الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ونفق لومباردي يتدمر تماما نتيجه لقصف جو. بعدها بيجي محقق كانت لسه القضيه دي شغلاه وبدا يدور في وثائق تاريخيه قديمه عشان يحاول يلاقي حادثه شبيهه يمكن يلاقي طرف الخيط اللي يقدر بيه يحل اللغز. ولقى وثيقه قديمه من اربعينيات القرن ال19 فيها شهاده لدكتور نفسي مكسيكي اسمه خوسيه ساكسينو، والدكتور ده كان كاتب عن حادثه غريبه حصلت. مجموعه من الاشخاص ظهروا فجاه في شوارع المكسيك لابسين لبس مختلف وشكلهم غريب وباين عليهم ان هم كانوا مرتبكين وبيتكلموا لغه غريبه عن لغه اهل البلد. وعلى طول اهل البلد بلغوا الشرطه وجت خدتهم، وهناك جابوا ليهم مترجمين وعرفوا انهم طليان. ولما سالوهم ايه اللي جابكم هنا وعايزين ايه ردوا عليهم بانهم مش عارفين هم جم ازاي هنا اصلا، وكل اللي فاكرينه انهم كانوا راكبين قطر من روما وفجاه لقوا نفسهم هنا. فالدكاتره قالوا عليهم دول مرضى نفسيين، اصل قطر ايه ده اللي يجي من ايطاليا على المكسيك هيعمل جناحات ويطير؟ يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. والدكتور خوسيه نفسه هو اللي استقبله، وبيحكي خوسيه وبيقول انهم كانوا 104 مريض، ولما استجوبهم كلهم كانوا متفقين على انهم جايين من زمن مختلف خالص، وده كان واضح من شكلهم ولبسهم. واللي زود حيره خوسيه ان واحد من المرضى كان معاه
لقى علبه سجاير مكتوب عليها ان تاريخ الانتاج سنه 1907، يعني بعد التاريخ اللي هم فيه ب 67 سنه. لكن الناس تجاهلت الكلام ده وصمموا على انهم مرضى نفسيين، ما عدا الدكتور خوسيه واللي كان حاسس ان في حاجه غلط بتحصل، وقرر انه يحكي قصتهم في الوثيقه دي، وقال ان جزء منهم بدا يتعايش على الوضع الجديد وجزء منهم اتصاب بالجنون. والحكايه دي خلت المحقق يربط الكلام ده بقصه قطار زانيتي، وفهم ان المرضى اللي خوسيه اتكلم عنهم هم نفس الركاب اللي اختفوا بالقطر، خصوصا بانهم كانوا ايطاليين وراكبين قطر وعددهم 104 بعد ما تشيل منهم الاثنين اللي نطوا من القطر. وحتى الموضوع اساسا مش منطقي بالمره، ازاي هيروحوا المكسيك وازاي اصلا بيرجعوا بالزمن؟ المهم ان الحادثه دي عدى عليها 10 سنين والموضوع خلاص اتنسى. وفي يوم من الايام واحد من اهالي الركاب المفقودين كان موجود في دير سان بيترو في ايطاليا، اكتشف هناك وثيقه غريبه بيرجع تاريخها للقرن ال15. الوثيقه كان موجود فيها قصه بيحكيها قس نصراني وبيقول فيها انه شاف حاجه معدنيه عملاقه وصفها باسم عربه الشيطان، ظهرت فجاه في نص المدينه وكان خارج منها صوت غريب والناس اترعبت منها، وكانت مقسمه ل4 اجزاء. الجزء الاول كان عليه عمود معدني بيخرج منه دخان اسود، ال3 اجزاء اللي ورا حجمهم اصغر وفيها شبابيك ومتغطيه بستاير، ونزل من الجسم الغريب ده 3 اشخاص وصفهم القس بانهم عبده الشيطان، وقال انهم كانوا لابسين لبس غريب وكل الناس خافت وهربت من المكان. وبيقول ان ال3 دول دخلوا يخبطوا على باب الدير لكن الرهبان خافوا يفتحوا ليهم لحد ما ال3 دول اختفوا تماما ومعاهم القطر. اللي لقى الوثيقه دي استغرب من القصه لان فيها شبه من حادثه قطر زانيتي، بس الغريبه ان القصه ديت من القرن ال15، يعني وقتها ما كانش فيه قطارات اصلا. والاغرب ان الوثيقه دي كانت محفوظه في سجلات عيله اسمها عائله سجينو، وسجينو ده كان نفس اسم واحد من الاثنين اللي نطوا من قطر زانيتي. المهم ان السنين تعدي، وفي يوم 29/10 سنه 1955 عامل اشاره اسمه بيوتر كان قاعد في الشيفت بتاعه في معبر من معابر السكه الحديد في مدينه من مدن اوكرانيا، وهو قاعد بعد نص الليل وفي وقت المفروض مفيش اي قطر بيعدي، لاحظ ان في ضوء ساطع جاي من بعيد في وسط الضلمه. فلما امن مكانه وحاول يشوف ايه اللي بيحصل لقى الضوء عمال يقرب منه، ولما ركز لقى ان الضوء ده خارج من كشاف قطر غريب ماشي بسرعه عاليه من غير صوت. والغريب ان القطر ما كانش ماشي على قضبان، وكمان كان شكل القطر غريب بالنسبه لبيوتر، وافتكر نفسه بيهلوس عشان سهران من ضغط الشغل، لكنه بلغ الشرطه. ولما سالوه عن مواصفات القطر قال لهم انه شكله قديم وفيه مدخنه ضخمه وبيخرج منه دخان اسود وشبابيكه متغطيه بستاير وما كانش عليه اي ركاب. لكن المحققين ما دخلش دماغهم الكلام ده، بس قصه بيوتر ديت وصلت للصحافه والناس بدات تربط القصه دي بحادثه اختفاء قطر زانيتي اللي اختفى بقاله 40 سنه تقريبا. بعد ما انتشر خبر القطر ده في اوكرانيا بدات الناس تبلغ عن مشاهدات للقطر ده في اماكن مختلفه من العالم وحتى في ايطاليا نفسها. وطوال القرن ال20 اصبحت قصه قطار زانيتي من اغرب القصص اللي عدت على تاريخ البشريه، وبدات تطلع نظريات تفسر اللي بيحصل ده. ومن اشهر النظريات ان سنه 1911 نفس السنه اللي اختفى فيها القطر حصل زلزال قوي في المنطقه اللي فيها نفق لومباردي، اتسبب في فتح بوابه زمنيه جوه النفق، والبوابه دي هي اللي بلعت القطر باللي فيه، ونقلت القطر مره للقرون الوسطى زي ما قلنا في قصه القس، ومره في القرن ال19 زي ما قلنا في قصه الدكتور خوسيه. وفضل القطر ينتقل من زمن لزمن ومن دوله لدوله من غير الركاب. مع ان القصه حلوه وغامضه وفيها شيء من الجنون، بس ما فيش مصادر موثوقه اتكلمت عن الموضوع ده، وحتى الوثائق اللي قلناها والشخصيات اللي قلناها زي الراهب والدكتور خوسيه مالهمش اي اثر في التاريخ. وحتى في كلام بان مفيش شركه ايطاليه اساسا اسمها زانيتي، والله اعلم بالقصه دي. بس التفسير الاقرب اللي انا شايفه ممكن يكون في حادثه اختفاء فعلا حصلت بس زودوا عليها بهارات خلت القصه خياليه. ولحد هنا خلصت قصة قطار زانيتي او القطار الشبح، واللي عنده قصة عايزني احكيها يقول لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.